السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة من قناة أكلات مطبخ مزيكا. والنهاردة وصفة كلنا عارفينها وبنحبها، وهي الدبابيس الفراخ اللي بنعملها زي دجاج كنتاكي، اللي هي بتتعمل متبلة بالبقسماط. طبعا قبل ما نبدأ في أي حاجة ونقول المكونات، عايزين نصلي على الحبيب عشان قلبك يطيب، وكمان ما تنسوش الاشتراك والإعجاب وتفعيل زر الجرس عشان نكتر أسرتنا في أكلات مطبخ مزيكا بإذن الله. يلا بينا على المكونات. عندنا المكونات 6 دبابيس معانا طبعا مسلوقين، وعندنا المكون التاني بيض. طبعا البيض محطوط عليه ملح وفلفل اسود ومضروب. عندنا بعد كده البقسماط، انا جايب نوع بقسماط بيتعمل بيه الاستريبس طبعا، فاللون الاصفر ده بيعمل الشكل عامل زي ايه الكنتاكي او الحاجات اللي هي التشيكن اللي بنقول على ايه الكريسبي. عندنا كمان الدقيق، دقيق ابيض عادي. هنبدأ مع بعض هنبدأ أول حاجة نحط في الدقيق ونلفها عشان تاخد من الدقيق شوية، وبعد كده بنقلها على البيض، بلفها برضو عشان يبقى ايه المزيج كده كله في بعضه، وبعد كده على طول بنقلها على البقسماط، بكتر عشان كلها تبقى ايه المكون كله متغلغل فيها، وايه مفيش حاجة مش معمولة صح. بكتر تاني، وبعمل بعد كده باخد واحدة تانية نفس القصة برضو في الدقيق، على طول بروح على البيض بلفها، وبعد كده على البقسماط اهو. طبعا بحاول اكبس من فوق، اكبس تاني، اكبس، كل ده عشان يبقى عامل معايا الشكل كريسبي صح فعلا. وهبدأ كده توالين زي ما انتم شايفين الاتنين دول. هكمل كمان، هكمل واعمل في الشغل بتاعي، واشوفكم في اللقطة النهائية في الاكلة بعد ما تستوي. وده الشكل النهائي بعد ما عملتهم كلهم، وكمان زي ما انتم شايفين فاض معايا شوية وعملت بيهم عجينة. كلنا بنحب نعمل لما بيفيد منك حاجة كده تعمل عجينة كده حلوة تطلع كريسبي وجميلة. طبعا هسيبهم في الفريزر لمدة ربع ساعة، وبعد كده هيطلعوا على زيت سخن جدا، وابدأ اقليهم وهوريكم اللقطة النهائية هتبقى الشكل ازاي. يلا بينا. ده الشكل النهائي بعد ما استوت الدبابيس، بعد ما اتقلت طلعت بعد ربع ساعة زي ما قلت لكم من الفريزر. كانت ماسكة نفسها، الزيت كان سخن جدا. رحت حاطط وبدأت اقلي، وده شكلها النهائي. وجنبها زي ما انتم شايفين شوية بطاطس صوابع كده متقطعين متظبطين في البيت عادي، وكمان شوية بطاطس شيبسي للي بيحب الشيبسي، يعني انا عامل صوابع وعامل شيبسي عشان اللي بيحب ده او ده. ومعاهم شوية عيش بلدي عندك في البيت متأمر، ومعايا شوية ترشي بلدي محترم تبلع بيه، وبالهنا والشفا. ويا رب دايما اكلاتنا ووصفاتنا تعجبكم باذن الله، وما تنسوناش في الاشتراك والاعجاب وتفعيل زر الجرس، ده الاهم عندنا عشان نكتر اسرتنا في قناه اكلات مطبخ مزيكا. وما تنسوش تصلوا على الحبيب عشان قلبكم يطيب، وان شاء الله نشوفكم في حلقات جديده ووصفات جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.